هاي جايز، كيفكم؟ شو الأخبار؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. فيديو اليوم هيكون عن ستادي فلوج. بس قبل ما أبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك كومنت شير سبسكرايب وبس. يلا بينا نبدأ الفيديو. بص، أنا عارفة إن أنا أخرت جدا 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 جدا، وكل يوم أقول لكم إني هصور فيديو بس ما بصورش. والله يعني انا عارفه ان انا غلطه. بصوا، انا كل يوم اصور، بس اصور ممكن اذاكر درسين، فبيبقى قليل قوي، فبالتالي الفيديو بيكون صغير، فما بعرفش اصور فبقى الفيديو قليل. فبقول بقى اكيد يعني مش هنزل لهم فيديو بذاكر درس ولا درسين. بقالي فتره كده. بصوا، مش فاهمه، انا بجد مش فاهمه، فقلت لازم النهارده اذاكر. فانا لما بصور فيديو بجد يعني صراحه انتوا بتشجع. قولوا ليه؟ عشان بدل ما انا اصور فيديو فلازم يعني اذاكر كتير، عشان افيدكم برضو وتتحفزوا، فاهميني؟ اما انا مش بحب انزل اي فيديو والفيديو ده ما يحفزكمش وما تستفادوش منه، وانا غايتي اني افيدكم وانتوا برضو بتفيدوني يعني. فما تنسوش تعملوا سبسكرايب. المهم، فالنهارده بقى عايزين نذاكر. بصوا يا جماعه، هو النهارده صراحه يعني اليوم طويل. قولوا ليه؟ بصوا، النهارده الخميس، انا صراحه ما ذاكرتش من الصبح. قولوا ليه؟ صحيت من النوم، كان عندي درس الصبح كده فتره لحد الساعه 12 كده. انا جيت هنا، وصلت البيت الساعه 12 وربع. اوكي، بعد ما جيت الساعه 12 وربع، تخيلوا عملت ايه بقى؟ جيت صراحه مسكت الموبايل شويه، بعد ما مسكته نمت. صحيت يعني لسه صاحيه من ساعتين 3 كده ومسكت برضه الموبايل واتغديت وشربت وعملت كل حاجه. فنبدا بقى بالجد. فانا قلت لازم اصور لكم، فانا كده هسهر. قولوا ليه؟ عشان انا نمت طول النهار فمش هكون نفسي. فانا بقى رحت قلت والله لازم اصور فيديو ولازم اذاكر، وان شاء الله الفيديو ده مش هكنسله. بس تعملوا لايك وتفاعلات وكومنتات، بس اللايكات اللي قليله على الفيديو صراحه عايزين لايكات على الفيديو. فلو مش عامله لايك اعملي لايك، لو مش هتعملي لايك اعملي لايك. مش فاهمه في ايه. مهم يعني. بصوا بقى، النهارده التودو ليست كبيره جدا جدا كمان. اول حاجه نكتب التودو ليست. اوكي، ايه تعبت؟ جبت اخرك؟ ده احنا لسه بنبتدي. التعب ده مش علامة النهاية، ده اول الطريق، لسه المشوار طويل. اللي بينجح مش اقوى منك، هو اكتر واحد قرر ما يستسلمش. اللي انت شايفه ناجح دلوقتي صدقني ما كانش دايما كده، كان بيتكسر من جواه بس ما حدش حاسس بيه. كان بيسهر ليالي، بينام مهموم، وبيصحى تاني يوم يبدأ من الصفر. الفرق بينه وبينك ايه؟ هو بس قرر يكمل حتى لما كل حاجة بتقوله كفاية. تذكروا أن كل الأحلام تتحقق يا أصدقاء، وأن الأحلام التي لم تتحقق تنازل عنها أصحابها، تكاسلوا عن السعي لها وسقطوا من أول عثرة ولم يعاودوا الوقوف. وتذكروا أيضا أنكم لم تخلقوا عبثا، ما ولدتوا كي تموتوا سدى. لا خيب الله مساعيكم في مناكب الحياة، ولا أضاع لكم جهدا ولا حلما. ذلك الحلم الذي تظنوه صعبا بعيدا مستحيلا، وتنسون أن للأعمال من يحققها، للمعجزات من يصنعها، وللدعوات من يجيبها ويجعلها حقا. عندما يبقى الأمل تحت أزقة الظلام، تذكروا أن هناك رب يمرر لكم ما تشاءون، فقط ضعوا إيمانكم في خالقكم. فلكم حق التمني وهمة السعي وحسن الظن، ولله. ما اصل بص، طالما ربنا سبحانه وتعالى حط الحلم ده جواك والهمك بيه، فده عشان انت هتوصل له. انت لسه مش عارف هتوصل له ازاي، ده مش معناه انك مش هتوصل، بس طالما الحلم ده جواك بيجري في دمك فده عشان انت هتوصل، لان ربنا مش خلينا يعذبنا. طب اوصل له ازاي؟ ما عليكش غير حاجتين. اول حاجه انك تسعى على قد مقدرتك، تسعى على قد امكانياتك، ما بقولكش اعمل حاجه مستحيله. الحاجه التانية انك لازم تكون فاهم ان ربنا بيدي على قد السعي
مش الامكانيات. فما تشغلش بالك باللي اذكى وباللي اشطر، اشغل بالك باللي بيسعى. رجعت لكم تاني بعد ما كتبت التو دو ليست بسرعة. اول حاجة كتبت عارفين مستر محمد صلاح؟ مش هو منزل فيديو مراجعة؟ بصوا هو نزل امبارح فيديو مراجعة تانية، فانا صراحة حسيت بايه ده انا لسه ما سمعتش الاولى وهو عمال ينزل، فانا قلت لا مش هينفع كده، لازم اسمع الاولى، وان شاء الله احاول اصور لكم بكره ونسمع المراجعه الثانيه. المهم يعني النهارده نسمع المراجعه الاولى بتاعت مستر محمد صلاح، اوكي. ونلخص الكشكول ده. الكشكول ده انا كنت جايباه لجورنال 2026، ولكن المشكله ان انا حبيته قوي، فانا قلت لا هعمله تلخيص للعلوم، اوكي. فان شاء الله كل يوم اقول هجيب للجورنال، وعمال يعني عماله اقدم وعايزه اجيبها بقى عشان اعمل جورنال. المهم يعني هنلخص هنا كل اللي يقولوا الحاجات المهمه كده، كفتاء كده، اوكي. وهنذاكر انجلش يونت 5 بس مش كلها، انتوا فاهميني، هنحفظ بس كلماتها من الكتاب الصغير يعني، ما اكيد يعني مش هذاكر ده كله. يونت 5 و 6 كاملين بجرامر، لا اهو الصفحه دي، قصدي كلمات محفظ، دي يونت 5 كلها ودي يونت 6 كلها، اوكي. وحل عليهم، استنوا بقى نشوف الحل. دول برضو يا لهوي كتير قوي، ده بجد ايه ده كتير قوي. وكمان الحل عليهم دول، اوكي، ودول بس. انا مكنتش متخيله ان يعني ده كله، لا ما كنتش متخيله، لسه شايفاه دلوقتي. فده اهم حاجه الانجليش عشان عندي بكره درس الصبح. المهم هحاول اصور لكم ان شاء الله فلوج كامل بكره، واحاول امنتج الفيديو وانزله النهارده يا رب، بس ان شاء الله ربنا يبقى معايا ومنتج لكم الفيديو واذاكر واعمل كل حاجتي النهارده ان شاء الله باذن الله، اتوكل على الله. المهم وحل عليهم، اوكي. والدرس الاول في الوحده الثانيه تاريخ، ولكن ده اختياري، مادام عامله الحركه دي يبقى كده اختياري، فاهمني؟ لو قدرت اعمل ده عرفت اذاكر ده، عرفت، ما عرفتش خالص. بكره اصلا الفيديو برعايه تاريخ حرفيا، عشان انا في التاريخ بجد مش مذاكره غير الوحده الاولى، اقسم بالله ما عارفه حاجه في الوحده الثانيه. الدرس الاول في الوحده الثانيه ممكن عارفاه شويه، رجعته ساعه امتحانات الشهر، اما في الوحده الثانيه دي انا بجد ما اعرفش اي حاجه، عشان انا بصوا كل اهتمامي دي للعلوم، عشان علوم وحشه فيها، فانا اكيد يعني ايه حسنت من نفسي شويه في العلوم، فنبدا بقى نحسن شويه في التاريخ. المهم يعني اتكلمنا كتير انا عارفه، معلش بجد على الكركبه دي. الاول هنظبط بقى المكان ونعمل لنا كوب من النسكافيه، وبعدين بقى نبدا ونقول ان شاء الله بسم الله. انا قررت قرار ان انا هضيف حاجه في التودو ليست، احل تقييم الاول في العلوم. رايكم الاسبوع الاول، عشان بيقولوا التقييمات بيجي منها الامتحانات نص السنه، فانا قررت بقى اذاكر ان شاء الله حل. اهو كتبت حل تقييم الاسبوع الاول في العلوم بقى. قولوا لي برضو في الكومنتس كده احلى الاضاءه ماشي ولا كده، وبجد يعني قولوا لي قوي، يعني محتاجه انكم تقولوا لي قوي عشان عايزه اعرف. المهم يعني نبدا بقى. هقوم اعمل كوبايه نسكافيه وبعدين ارجع لكم.
هاي رجعت لكم تاني يا اصدقائي. بصوا عملت بقى النسكافيه. صراحه انا يعني قعدت شويتين 3 4 كده مع صاحبي بيتكلم شويه. المهم ايه رايك لو غيرت المفرش؟ ده احلى يعني. بصوا اصلا المفرش بيغير المكتب 180 درجه حرفيا. انا في مشكله، الموبايل قرب يفصل. لما الموبايل قرب يفصل الكشاف بيقول لي البطاريه منخفضه، فالكشاف بيتقفل، وكمان موبايلي بيفصل بسرعه، فانا مش عارفه اعمل ايه. حاول بجد احاول انزله لكم واصوره لكم، بس المشكله انا اعمل ايه عشان تعرفوا ان انا بيبقى حاجات كده بتبقى غصب عني. المهم يعني دلوقتي هنبدا بايه؟ تيجوا نبدا بالعربي ولا نبدا بالانجليش؟ لا نبدا بالانجليش عشان انا الاهم عندي كده. بكره عندي درس ايه؟ انجليش. فانا بدل ما عندي درس انجليش فلازم اذاكر له، فاهم حاجه الانجليش، وبعدين بقى العربي ده عشان بنلم يعني عشان الامتحانات نص سنه. المهم بقى دلوقتي هبدا بمذاكره الانجليش. الاول احفظ الكلمات، وبعدين اول ما احفظ يونت 5 كلمات يونت 5 هرجع لكم. هبدا احفظ الصفحه دي وبعدين ارجع لكم. وادعوا ان الموبايل ما يفصلش ويقعد فتره كبيره يعني. بصوا بقى هقول لكم دعاء قبل المذاكره هنا، اوكي؟ احفظوه او اكتبوه في كشكول او اكتبوه في ورقه كده وعلقوه قدامكم على المكتب زي ما انا معلقاه. دلوقتي بقى هبدا بالمذاكره وبعدين ارجع لكم. بصوا الاول الساعه كام؟ بصوا الساعه 19:07. مش عارفه يعني 19. استنى احسب. يبقى دلوقتي الساعة حسبتها دلوقتي الساعة 7. اوكي، فنبدأ بقى نذاكر. عايزين نشوف كده الصفحة دي هتاخد معنا قد ايه. الساعة 1 ليلا أمام عينيك ينكسر حلمك. كيف بذلك الشخص الضحوك؟ كيف بذلك الشخص المجتهد؟ كيف بذلك الذي حلق في الأولية؟ كيف له أن ينتهي ينكسر يضيع بين أوراقه؟ كيف له؟ اليوم جهز نفسك معي لملحمة، لمعركة ضارية قاسية. جهز نفسك واترك توترك خارجا، فما بعد هذه الملحمة ليس كما قبلها بتاتا. وبسم الله فلنبدأ. يا صديقي، لو كان النجاح سهلا لحققه الجميع. لو كان الأمر عاديا متاحا سهل المنال لفعله الجميع. ولكن الأمر ليس سهلا، ليس بسيطا، وهذا ما أريد أن يصلك في هذا الفيديو. لا تظن لوهلة أنك تستيقظ في الصباح وأنت تعشق العمل والدراسة. لا تظن أن الناجحين يعشقون التعب والسهر والعمل. لا تظن أن مزاجك سيكون جيدا في كل الأوقات. لا، ليس صحيح. هذه المشاعر التي تعيشها يوميا من تعب وتوتر وخوف، هذه المشاعر هي الطبيعية، هي قلب الطبيعي. أنت اليوم في رحلة عظيمة قد تحدد مستقبلك، من تكون عائلتك. رحلة عاتية مدججة بالقوة. طبيعي أن تتوتر فيها، طبيعي أن تقلق، فأنت ترسم طريقك بيديك. فتخيل، كلنا توترنا في هذه المرحلة. لا تصدق من يكذب عليك أبدا. كلنا بكينا، سهرنا، حفينا، هرمنا. ولكن اسمعني جيدا، فهذا لب الكلام. لو مهما كانت حالتك، لو مهما كانت مشاعرك التي تشعر بها الآن، لو مهما كانت أفكارك وخيباتك، مهما كان الجو الذي يحيط بك، تعب، إرهاق، توتر، خوف، افصل هذه المشاعر واذهب للعمل. لو مهما كنت تشعر، قم إلى طاولتك، استنجد بالله وسمي وعمل. صدق أن في هذه المرحلة لا شيئا سيغير حالتك سوى العمل الجاد الحقيقي. أنا خايف من المستقبل، أوكي لا مشكلة، ولكنني سأعمل رغم خوفي. أنا متوتر، حسنا، ارمي توترك خارج الطاولة، ركز، اهدأ، باشر العمل. هذا لب كلامي، وحقيقة افصل مشاعرك عن عملك.
أعلم كم هذا صعب عليك، ولكن من شخص عبر من هذا المكان عشرات المرات أقول لك: لو أني تركت في كل مرة شعرت بالتعب والهزيمة لما كنت اليوم طبيبا، لما كنت لترى قناتي أمام عيني، لما كنت لتسمع كلماتي. ليست مباهاة والعياذ بالله أبدا، ولكن هذا شيء حقيقي حدث معي وأخبرك به. لا تستسلم لمشاعرك، لا تستسلم لمشاعرك أيا كانت، لا تلحق أفكارك السوداء. أغلق الباب على توترك واعمل بكل ما أوتيت من قوة. من البشر 99 يستسلمون لأفكارهم، لمشاعرهم، يذهبون هربا للنوم. ولو تحرك بك ساكن وأنت تسمعني الآن فأنت لست منهم. لو أحسست ولو بنبضة صغيرة أؤكد لك أنت لست منهم، بل أبصم لك أنك من 1%. فهل تضيع فرصة عمرك فقط؟ والله لأني أشعر بالتعب. أضيع حلمي وحلم أهلي وحلم قلبي لأني والله متوتر من فحص لم يأتي بعد، متوتر من شيء لم يحدث. يا رجل بالله عليك، دخلنا هذه الحرب فإما غالب وإما غالب، حرب وستمر كما مرت تلك الحروب، فعن أي استسلام نتحدث؟ يا ولد، هذه معركتك التي لن تخيب، فاعدد لها ما استطعت من قوة. كفى مشاعرا وكفى خوفا وتردد. إلى طاولتك فامضي وفوق كتابك فاحني، ودع دموع توترك بين أوراقك ترتمي. فما خلق من يخيفني ولو كان أسدا، كفى ب3 لا رابع لهم، ربي عزيمتي وعقلي وكفى بالله وكيلا. الآن انتهت جلستنا وحان دورك لتسطر ملاحما قاسية. اترك لي كلمة واحدة فقط، كلمة صغيرة ولكنها تعني الكثير. اكتب لي كلمة وهي: بدأت. سيرا موفقا أخي وأختي وسعيا عظيما، فما خاب طالب العلم ولا خابت مساعيه. في أمان الله ورعايته. هاي، رجعت لكم تاني يا أصدقائي بعد ما خلصت الصفحة الأولى بفضل الله الحمد لله. نقول بقى دعاء قبل المذاكرة، بعد المذاكرة سوري، هكتبه لكم هنا برضو. دلوقتي بقى خلصت الصفحة الأولى، بصوا خلصتها في كام وقت؟ 49 دقيقة، ولكن أنا ما خلصتهاش، يعني خلصتها من 35 كده ولا حاجة، بس عشان أنا كنت بظبط بس الكاميرا وبظبط حاجات كده. المهم يعني دلوقتي بقى خلصنا الصفحة الأولى، فهناخد بقى بريك أوكي، وبعدين نرجع للصفحة التانية. وما شاء الله يعني الحمد لله كانت سهلة، ما كانتش صعبة، مفيش كلمات يعني كانت صعبة أوي. كان في كلمات محتاجة تركيز شوية بس مش صعبة صراحة، بس يا رب استرها الصفحة التانية. هاخد بقى بريك وبعدين ارجع لكم. هاي، رجعت لكم تاني يا اصدقائي بعد ما اخدت بريك صراحة قليل، يعني مسكت الموبايل بس قليل قوي، يعني بس عملت سمعتش غير فيديوهين مثلا سكرول، يعني ساعة و47 دقيقة. انا سايبكم 40 يعني 7 دقايق بس. المهم يعني دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنذاكر بقى الصفحة التانية في الانجليش. ولكن كنت عايزة اقول لكم حاجة، انا دلوقتي عايزة اعيط. ليه؟ مستر محمد صلاح نزل المراجعة التالتة وانا ما سمعتش ولا مراجعة، فانا عايزة اعيط بجد. كل يوم احاول اسمع يعني محاضرة، النهاردة احاول اسمع المحاضرة، وبكرة احاول محاضرة، وبعده اسمع التالتة. بس يعني احاول اصور لكم ان شاء الله بكرة فلوج بقى يوم كامل، مش هستضيف فلوج بس، لا ان شاء الله من الصبح بدري لحد بقى بالليل. المهم دلوقتي بقى نبدأ بقى نذاكر الصفحة التانية اوكي، وبرضو تقولوا دعاء قبل المذاكرة ماشي. فانا قلت لكم خلاص بقى اهو قبل المذاكرة وبس. هرجع لكم بقى بعد ما اخلص. هاي، ورجعت لكم تاني يا اصدقائي. ثانية شغل رنجلات نسيت. بصوا اولا قبل اي حاجة، قبل ما اقول لكم انا عملت ايه، بصوا اول حاجة تبحثوا عني اتس رانيا ماشي، وتبحثوا وعندي قائمة تشغيل كده لازم تشوفوها. استنوا اهي
ماشي، وهي بلاي ليست قائمة. ماشي، مذاكرة معايا استاذ زميل. استني، دي كلها فيديوهات اهي، دي كلها القائمة، ففيها فيديوهات كتيرة عن استاذي وزميل، فيا ريت كله يروح يشوف. كل ما حد يذاكر يروح فاتح استاذي وزميل كده ويقعد يذاكر معايا. انا كنت قاعده بذاكر معايا. بصوا بقى، انا لسه ما خلصتش الصفحه الثانيه. قولوا ليه؟ مع انه الجو الساعه كام؟ استنى، مع انه يعني اخرنا قوي، الساعه 9:30. انتوا متخيلين الساعه 9:30 وانا لسه ما بداتش؟ ليه ما ذاكرتش لسه الصفحه الثانيه؟ عشان خالته جت قعدت معاها بقى، فمعرفتش اذاكر. كنت قاعده معاها عشان هي مش بتيجي كتير، فقعدت بقى معاها الساعتين دول. فهنبدا بقى نذاكر. اضغط ضغطة قوية عشان تكون قفزك قوية بإذن الله تعالى، وخذها قاعدة. الآن في هذا العمر إذا تتعب 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 تتعب، ترى بعدين تلعب 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 تلعب. الآن تبي توسع صدرك تلعب 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 تلعب، ترى بعدين تتعب 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 تتعب. وابن القيم يقول: من آثر الراحة، يعني من فضل الراحة فاتته الراحة، والنعيم لا يدرك بالنعيم. ولذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: لو أن الناس كلما استصعبوا أمرا تركوه ما قام للناس دنيا ولا دين. والبحث عن عمل مريح هو أول ثقب في سفينة طموحك. أنت توك بادي، يعني لا وراك عيال ولا أحد يطلع من المدارس، ولا وراك مسؤوليات وجسمك ولا صحتك ولا عمرك ولا خبرتك. تبي تدور لك مكان تندس فيه ووظيفته ما حد يدري عنك، وتجلس كذا ولا تقابل أحد وبس وينزل عليك هالقاطور. إذا وجدت مثل هذا، ما أقول وظيفة، مثل هذا المستنقع، يجب أن تقفز. هذا ممكن واحد كبير في السن تعب قدم كل ما عنده، ممكن يروح يعني ينزو في هذا المكان، يمكن نجد له مبرر. واحد توه في بداية حياته يذهب إلى مثل هذه الأماكن التي لا يضيف فيها شيئا ولا تضيف هي له شيئا، لا شك أنه سيتآكل بالصدى. إذن هذه واحدة من النصائح المهمة جدا والله يا أبو سعود، أن اللي بيفرط الآن وهو شباب صغير متوقع الأرزاق عند الله سبحانه وتعالى، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. لا يزعل بكرة إذا نادوه يا هيه يا ولد، لا يزعل لا يزعل. في الصيف ضيعت اللبن، يمكن أنت صغير وكان عندك فرص، وكنا في زمن الآن مليان فرص، أنت كنت تبحث عن الأسهل. ودائما طموح الإنسان مثل الموية، إذا صار يبحث عن المطامن بيروح، ثم سيكون هناك مستنقع من الإحباط، ومستنقع من الشعور بالتفاهة واللا قيمة وتدني المكانة، لأنك أنت اللي بغيت هذا الشيء. ولذلك يقول ابن القيم، يقول: والوصول إلى المطلوب مقرون بهجر العوائد. عاداتك أنت تسويها خلاص، الآن أنت الآن يعني كبرت، أنت الآن مسؤول نفسك، أنت الآن عيب تأخذ من أبوك ولا تأخذ من أحد ولا تتسلف ولا انطلق واشتغل وابدأ وابذل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يأخذ أحدكم حزمة حطب فيشتري بها خير من أن فيحتطب بها، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. لا، أن تنظر لنفسك نظرة مختلفة. يجب أن تنظر أنك الآن لست عبئا، ولا يجب أن تكون عبئا. إذا نظرت بهذه الطريقة، لا أشتغل لو بأي شيء، والله أن رائحة العرق أجمل من عطورات الانتظار والعطالة. تبخبخ وقاعد وجالس ومبسوط، والناس قاعدة تشتغل، هذولا اللي الله عز وجل يوفقهم والناس تحترمهم، وكثير من الناس سيسانده لأنه يراه بهذه الطريقة. وأن العرق أجمل من أن تضع رأسك على الوسادة ويقتلك الأرق. تفكر في عندك ما عندك شيء، الناس تشتغل وقاعدة وتبذل وتجتهد وانت جالس ما عندك شيء. هذه المعاني يجب أنها ترسخ في ذهنك. الآن في جيل، الآن أبو سعود، السعودية 83% منها 29 مليون حسب إحصائيات هيئة الإحصاء عندنا في السعودية، من جيل إكس وزد واي، يعني جيل صغير. الزد قل من آخر الستينات، الإكس من آخر الستينات إلى 81، من 82 إلى 2003 نتكلم عن جيل الواي. من 2003 بعضهم يقول من 97، من 2003 إلى 2015 جيل زد. هذا الجيل مشكلته أنه يرى أنه أكثر كفاءة وأكثر ذكاء واستحقاقه عالي، وإذا جاء الوظيفة يبغى يصير مدير على طول، ولا يبغى يرتاح على طول، ولا يجون في الشركات يقول أنا أبغى أصير شريك.
ابغى اصير شريك، لا ما ارضى بالراتب، ابغى اصير شريك معكم. هذه النماذج اللي يسوقها اناس في اواخر حياتهم الوظيفيه، لا يجب انك انت تقارن نفسك به، لا يجب ان تقارن بداياتك بنهايات الاخرين. هذا بدأ وتعب واجتهد وله ظروفه والله وفقه، لا يجب ان تقارن هذه بهذه. انا اقول وان وجد نماذج مثل هذه، في فرق بين اني اخذ ثمار عضويه طلعت بطريقه ناضجة، وبين كيماوي قب ما تدري شلون طلع بهذه الطريقة الغير منطقية والتي لا ينبني عليها قاعدة وإنما هي استثناء. هاي، قربت أخلص الصفحة لسه مخلصتهاش. عملت لي كده فواكه، فراولة وموز كل وقت بتضيعه النهارده هتندم عليه قدام. نعلمهم ان البني ادم اللي بيبذل مجهود ربنا بيكافئه، والاحلام ما بتتحققش بالكلام. ايوه النجاح مش سهل، النجاح صعب، بس صدقوني مش صعب لدرجه صعوبه الحياه وانت ما انتش ناجح. انت لازم تنجح ولازم تشتغل على نفسك. نعلم الناس ان البني ادم لما بيبقى عنده احتياج للنجاح بيشتغل على نفسه ويموت نفسه 1000 مره عشان يوصل للحاجه اللي هو عايزها. نعلمه ان الاحلام اللي بتيجي في عقلنا ربنا بيخلينا نحلم بيها عشان هو عارف ان احنا عندنا قدرات هتقدر تخلينا نحقق الاحلام دي. نقف جنب كل بني ادم ونقول له انه يبذل مجهود، ونبين للعالم كله ان الفرق ما بين اتنين عايشين. بني ادم ما عادش عنده احتياج للنجاح، ده بقى عايش في وسط الناس باين. وبني ادم بيخلق لكل لحظه في حياته ألف احتياج لانه ما وراهوش غير البيت. هاي، رجعت لكم تاني. دلوقتي بقى انا خلصت الصفحة دي وتكملة الصفحة دي. الصراحة الصفحة والنص دول الصراحة صعبين جدا، يعني اصعب من دول. اوكي، دلوقتي بقى انا هحفظ الكلمات الكتيرة، فاهميني؟ اللي هي دول جمل بقى، فاحفظهم وبعدين ارجع لكم. يا ابني مفيش مستحيل على ربنا. الحاجات اللي انت شايفها صعبة ومش هتتحقق، احلامك اللي انت شايفها كبيرة، الخيالات اللي في دماغك اللي انت بتقول استحالة ان انا اوصل لها، كل الامور الصعبة اللي انت بتقول استحالة تحصل هي سهلة على ربنا، سهلة انها تتحقق في لحظة، سهلة انها تبقى هي واضعاف اضعافها. مفيش مستحيل على ربنا. الامور اللي باينة قدامك انها صعبة وانها مستحيلة وانها بعيدة سهلة جدا، سهلة على ربنا انه يعملها. اقسم بالله جبر ربنا عظيم وفوق ما تتخيلوا. يبقى العبد بيدعي ربنا وبيقول له يا رب افرج عليا، يا رب انا مخنوق يا رب وموجوع، وتلاقي ربنا اداله مدد وفرج وجبر. عايز اقول لك حاجه محدش يتخيلها، كل اللي صعب في حياتك سهل عند ربنا، كل اللي مستحيل في حياتك ممكن ربنا يعمله. كل الحاجات اللي انت شايفها في حياتك والحروب اللي ضدك في لحظه ربنا يقدر ينهيها. كل ما عليك انك تبقى واثق في ده، واثق في كرمه، واثق في فرجه، واثق ان ربنا سبحانه وتعالى يعمل لك ده، واثق يا جدع ان ربنا اما بيتدخل خلاص الامر منهي. تقعد كده في وسط الظلم اللي انت فيه او القهر وتقول لهم خلاص انا كلمت ربنا، خلاص انا دعيت لربنا، خلاص انا قلت له انا عايز كده. قول له يا رب كرما وفرجا يا رب كبير قوي. والله العظيم كل اللي انت شايفه في حياتك مستحيل اسهل ما يمكن عند رب العباد. هاي، رجعت لكم تاني بعد ما خلصت اللي هي الجمل يعني. اوكي، مش صعبه قوي. بصوا بقى، بقالي سن من انطره تينا مش هذاكرها. اوكي كده انا خلصت الكلمات. بجد شعور حلو قوي 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 انك تخلصها، مع اني مش قوي. بص بقى، احاول يعني ارجع اليوم الصبح قبل ما امشي ان شاء الله يا رب. هصور لكم بقى، احاول اصور لكم، بس انا لو سيرت مش هعرف اصحى، فهي دي المشكله. المهم ورقه اهو. اوكي، دلوقتي بقى نعمل صح على استنى نختار لون حلو. اللي ده نختار انجلش يونت 5 صح ويونت 6 صح، بس نحل بقى عليهم. بس بصوا بقى، في مشكله عندي ولا لا؟ مفيش مشكله، استنى خلاص الاول هنحل بعدين.
هاي، ورجعت لكم تاني يا أصدقائي بعد ما خلصت حل على يونت 5 و 6 بس مش كلها. بصوا بقى أقول لكم حليت على ايه. بصي بصوا حليت صفحتين يونت 5 ماشي، وصفحتين يونت 6، ولكن بقى كجرامر لا ما حليتش على جرامر يونت 5 ولا يونت 6. ان احنا عندنا دي مش هنعمله عشان ما كنتش متخيله ان الحاجات كتيره قوي كده، فدول هنخليهم لبكره ان شاء الله. ونحل التقييم الاسبوع الاول له، وده كان اختياري فلا مش هنحله. انا عارفه ان انا يعني ايه بتدلع، بس والله يعني انا غصب عني ده الوقت. هحله اوكي وبعدين ارجع لكم. هاي، رجعت لكم تاني يا اصدقائي بعد ما حليت التقييم الاسبوع الاول في العلوم. اوكي دلوقتي بقى هنعمل علامة صح. درس الصبح بدري فانا عسانة جدا مش قادرة احل، مش لازم بقى احل عشان بجد بجد نعسانة بطريقة فظيعة. فدلوقتي بقى انا هنام. انا عارفة اني ما ذاكرتش، مش عارفة هو انا ذاكرت كتير ولا قليل، مش فاهمة بجد، والوقت كتير كمذاكرة بقى حاسة قليل شوية. المهم يعني كده كان خلص الفيديو. اتمنى يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك كومنت شير سبسكرايب وبس. باي.